أنا وأنت تمر علينا هاي الحالة، نقعد يم ناس لا نعرفهم ولا يعرفوننا، نكرههم، أرواحنا ما ترتاح لهم، ما تطيقه، لا تعرفه، لا عندك معرفة سابقة به. شنو الأسباب؟ أصحاب الدين والاختصاص يذكرون 6 أسباب. السبب الأول أنه ما ورد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن الأرواح جند مجندة، فما ائتلف منها في عالم الذر ائتلف في عالم الدنيا، وما اختلف فيها في عالم الذر اختلف في دار الدنيا. في عالم الذر أو عالم الأرواح ما ائتلف منها ائتلف، وما اختلف منها اختلف في دار الدنيا. السبب الثاني اللي ذكروه من أنه العقل مبرمج من قبل الله سبحانه وتعالى على أنه يفكك الرموز، نظرة العين، حركة الرجل، حركة الإيد، طريقة الكلام، يفسرها ويحللها يعني تنتج نتيجة بسبب ذلك التحليل أو تفكيك تلك الرموز والإشارات. السبب الثاني أنه الإنسان المقابل يذكرك بأشخاص أو أحداث مرت عليك ما مرتاح لها، يذكرك بشخص أو يذكرك بأحداث مرت عليك بتجارب سابقة، كرهت هذا الشخص لأنه ذكرك بذلك الشخص أو بذلك الموقف اللي كان ذكريات مو زينة ببالك عنه. السبب الثالث اللي ذكروه أنه تشوف تناقض بالأقوال والأفعال من الشخص اللي مقابلك، شوفه متناقض بحكيه، مبالغ بحكيه، كذاب بحكيه، غير متراهم بأفكاره وأسلوبه وتعابيره، فشوف الكذب أو النفاق بائن على محياه. بعد أكو يقول اختلافات بالطاقة، الإنسان تدري طاقة سلبية، طاقة إيجابية، طاقات تتآلف وطاقات تتنافر، زين يعني، فهذا يذكروه أيضا سبب من الأسباب. بعد أنه الحدث، مو يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، المؤمن يصير عنده فراسة، فهذه الفراسة أو هذا الحدث أو هذا الانطباع أو هذا الشعور يحاول يحميك من إنسان مخادع، إنسان منافق، إنسان يريد يستغلك، إنسان يريد يضحك عليك، إنسان يريد يقضي الوقت براسك، زين، لربما الحدث. بعد فهاي الأسباب اللي ذكروها. خلاصة الحكي أنه الإسلام ما يدعونا إلى شنو؟ إلى عدم الثقة بالناس، ولكن التعامل مع الناس بحذر، لا تخونه لكن احذر منه. مع العلم أكو ناس تقعد وياهم رأسا ترتاح لهم لأسباب لربما تتشابه أو تختلف. نسمع آراءكم إن شاء الله. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.